ما حكاية الملكة أليسا بالفينيقية أو أليسار بالثقافة اللبنانية، ديدو بالرومانية، وعليسا بالثقافة التونسية أو العربية؟ كيف بنت مملكة بحدود جلد ثور؟ تقول الحكاية أنها ابنة ملك صور المدينة اللبنانية الآن. عند وفاة والدها اعتلى أخوها بجمالون العرش، لكنه طمح بكنوز أخته التي ورثتها عن زوجها الكاهن زيكار بعل. رأت أليسا شبح زوجها في المنام وأخبرها بمكان الكنز وأن عليها الهروب من مملكتها، وفعلا عثرت على الكنز وهربت على ظهر سفينة مع مجموعة من مرافقيها إلى قبرص ثم إلى مدينة أوتيكا. وبعد ذلك راسلت الملك هيرباس طالبة منه قطعة من أرض في تلة لتبني مملكتها. وافق الملك على ذلك شريطة أن تطوق حدود مملكتها بجلد ثور واحد فقط. وفعلا تم تقطيع جلد الثور إلى قطع صغيرة وتم بناء مملكة قرطاج، والتي تعني بالفينيقية مدينة جديدة. لم تنتهي الأحداث بعد. تابع معنا الحلقة المقبلة ولا تنسى دعمنا بالاشتراك والتفاعل.